مساء الخير عليكم، واخباركم عاملين ايه؟ قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول انه خالص تعزينا القلبيه للاعبنا الجميل سيد نيمار في وفاه والده. ربنا يصبرك ان شاء الله، وربنا يدخله فسيح جناته باذن واحد احد، ويصبر قلبك انت واسرتك الكريمه باذن الله. قلوب الزملكاويه كلها معاك. خلينا نبدا الفيديو ونشوف ايه الاخبار الجديده اللي عندنا النهارده. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا شفتوا حلقه امبارح على قناه الشمس. خليني اقول لكم كلمه قبل ما ابدا في الموضوع، انه الحلقه بيكون مدتها مش اكبر حاجه، بس من ساعه الا ربع لنص ساعه، نص ساعه ل5 دقائق وهكذا. مش بنلحق نقول كل اللي في قلبنا وكل اللي في قلوبكم اللي انتوا عايزين توصلوه، ولكن علشان في المرحله دي احنا عندنا كونفدراليه، فاحنا بنتكلم في المهم الاهم فالمهم. لكن اوعدكم انه بعد الكونفدراليه باذن الله، وبعد ما نكسب البطوله باذن واحد احد، انه لو طلعت باذن الله مع استاذ احمد سالم انا وغيري من سوشيال ميديا الزمالك، ان شاء الله بنوعدكم ان صوتكم هيوصل بقدر الامكان، وكل اللي انتوا عايزين تقولوه هنقدر نوصله، بس نخلص مساله الكونفدراليه. خلينا بقى نشوف ايه الحكايه والقلبان اللي حصل امبارح بسبب موضوع الزمالك، وليه طلع على احمد سليمان ان هو عايز يعمل نفسه بطل ودرع وسيف نادي الزمالك. كلنا عارفين مسألة أزمة التذاكر اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، وعارفين إنه الفترة اللي جاية بإذن الله هينزل دفعة جديدة من التذاكر، ولكن خلينا أقول لك إنه مجلس إدارة نادي الزمالك بيعمل مجهود خرافي، ودي حاجة أنا بشكرهم عليها جدا. وتواصلت مع البعض وعرفت إنه فعليا بيتعمل مجهود خرافي، خصوصا من الكابتن أحمد سليمان، ومن خلال الموضوع ده أنا بشكره جدا 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 جدا. أوكي، طيب لحد هنا تمام، ولحد هنا دي حاجة كويسة إنه الجمهور لازم يحضر. ايه بقى الازمه اللي حصلت وايه المشكله اللي حصلت؟ المشكله انه بقينا بنستخدم المنصات الإعلامية في تصفية الحسابات. كلنا عارفين انه الفترة السابقة حصل مشكلة كبيرة ما بين كابتن احمد شوبير وما بين كابتن احمد سليمان. طيب مين الغلطان فيها؟ كابتن احمد سليمان طلع بيدافع عن نادي الزمالك، ما غلطش في حد، راح كابتن شوبير رد عليه، كابتن احمد سليمان راح رد عليه، راحت المتحدة منزلة بيان ونادي الزمالك نزل بيان، وقلنا خلاص ايه، الاتنين بيحترموا بعض وشكرا، خلاص هنحترم بعض، خلاص على كده، خلاص على كده. ايه اللي حصل تاني يخلي شوبير تاني امبارح يطلع يخبط في احمد سليمان؟ اللي حصل انه كابتن احمد سليمان عايز الجماهير كلها تحضر الاستاد بعد مناشدات الجماهير ان كلهم ما لحقوش تذاكر. فالراجل بيعمل لمصلحتنا، وطبيعي عضو مجلس اداره هيهمه ان الجماهير تحضر عشان عارف ان الجماهير هي اللي هتجيب البطوله. لحد هنا حلوه جدا. راح كابتن احمد سليمان في اجتماع الكاف وقال لهم انا عايزكم تقللوا نسبتكم اللي هي 50%، تقللوها شويه عشان انا عايز الجماهير تحضر. الكاف فضل مصمم على نسبه 50%، دخلوا في قيل وقال ولا المهم كابتن احمد سليمان راح قال لهم خلاص تمام شكرا جدا، انا بنسحب علشان انا مش عاجبني القرار. هل كابتن احمد سليمان اساء لاي احد في شيء؟ لا. هل ذكر اسم شوبير؟ لا، اسم شوبير ما اتذكرش، اذا شوبير اساسا ملوش دعوه بالموضوع. فطلع كابتن احمد سليمان انسحب من الموضوع ومشي. بدات المواقع الصحفيه تكتب انه كابتن احمد سليمان انسحب بسبب الموضوع ده وبسبب ان الكاف عايز ياخد 50%. ده عادي، ده طبيعي. المواقع الصحفيه قاعده 24 ساعه بتكتب، اذا مش احمد سليمان اللي راح قال لهم اكتبوا ان انا انسحبت. الطبيعي ان لو حد اتنفذ ده. انتوا يا شيخ على اون تايم سبورت بتجيبوا لنا اخبار ان زيزو كان قاعد مع استاذ ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق وقال له كذا وشربه كذا واداله العصير في بقه ومش عارف، بتقعدوا تقولوا كل الاخبار دي، بتعرفوها منين؟ هل استاذ ممدوح عباس او زيزو بيتصلوا بيكوا؟ لا، الصحفيين مش وراهم الا ايه، فلان راح فلان جه، حتى لو الخبر غير حقيقي 24 ساعه يقعدوا يكتبوا لنا ايه في الاخبار حتى لو بيفبركوها. الاخبار كلها نزلت انه كابتن احمد سليمان، او المواقع نزلت انه كابتن احمد سليمان انسحب بسبب موضوع ال50%. لحد هنا عادي جدا. بعدها الاخبار تاني كتبت انه الكاف قرر ان هو يقلل نسبته من 50% ل 40% علشان خاطر جماهير نادي الزمالك تحضر، وده كان نتيجة الاجتماع. حد عرف اي حاجة تانية؟ لا. هل اتكتب ان في غرامة؟ لا. هل اتكتب ان في خناقة ما بين الكاف وما بين احمد سليمان؟ لا. والعلاقة طيبة واحترام ما بين الكاف وما بين نادي الزمالك او مجلس ادارة نادي الزمالك. طلع كابتن شوبير مش عارفة ليه، والله العظيم انا عماله افكر فيها مش لاقيه لها سبب غير ان في خناقه شخصيه ما بينه وما بين كابتن احمد سليمان. راح طالع يصفي الحسابات تاني على اون تايم سبورت ويقول لك هو احمد سليمان عايز يعمل نفسه بطل، انت عايز تعمل نفسك سيف ودرع نادي الزمالك، انت بتمشي من الاجتماع بتاع الكاف والمواقع تكتب، ويلمح انه كابتن احمد سليمان هو اللي قال للمواقع انها تكتب. كابتن احمد شوبير تدخل فيما لا يعنيه
وقال لك ايه؟ انت عايز تعمل نفسك بطل؟ اصل عبد الواحد السيد فضل قاعد في المكان وفضل واحترم الكاف وقعد عشان هو راجل محترم. اذا انت بتلمح ان كابتن احمد سليمان شخص غير محترم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وايش حشرك اصلا في الموضوع؟ وان الكاف هيعمل غرامه على نادي الزمالك تصل الى 500 الف دولار علشان ينسحب. وانت بتنسحب ليه؟ وانت ايش حشرك؟ نطلع نجرح في عضو مجلس اداره، وكمان بعد ما المتحده نزلت بيان ان هي بتقول بنحترم نادي الزمالك، ونادي الزمالك نزل بيان قال لك بنحترم المتحده. ده احنا ما بنصدق نحس بفتحه هوا كده انه الدنيا هتبقى تمام ما بين نادي الزمالك واي حد اخر، وبنقول هنهدي الدنيا خلاص وكله ايه ينزل بالريتم. عايز تشعللها ليه يا شوبير؟ هي يا كابتن شوبير هو بالنسبه لنا فعلا بطل. لما عضو مجلس اداره يفكر في مصلحه الجماهير ويبدي مصلحه الجماهير على اي حاجه تانية، يدخل فيه شويه مناوشات بسيطه ويعترض وينسحب علشان عايز جماهيره تحضر وبيدور على مصلحه جماهيره وبيسمع صوت جماهيره وبيلبي الندى انه جماهيره بتقول له احنا عايزين نحضر اعمل حاجه وينفذ، اذا هو بالنسبه لنا بطل وليه كل الحب والاحترام والدفاع مننا ان احنا نطلع ندافع عنه لانه يستحق. مش هنطلع ندافع عن باطل، لو باطل هقول لك اعملوا اللي انتوا عايزينه ببعض، لكن بيعمل حاجه كويسه لجماهير نادي الزمالك هتلاقي انا وغيري 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 وجماهير نادي الزمالك بتعمل منه بطل فوق ما هو بطل. واطلع انت منها. كابتن شوبير انا عايزه انصحك نصيحه، لو هنستخدم قنوات عامه للمصالح الشخصيه وتصفيه الحسابات، غير مقبول ان هي تكون قناه عامه أمة لا إله إلا الله بنتفرج عليها ونسيب المعلومات والأخبار اللي احنا عايزين نعرفها، فبنفتح القناة ونتفرج على تصفية حساباتك الشخصية. القناة مش بتاعتك، القناة مش ملك ليك. لو انت عايز تصفي حساباتك الشخصية انصحك زي ما نصحت كده ابراهيم سعيد، روحوا خدوا قناة واعملوا برنامج انت سميه هتكلم على احمد سليمان، وابراهيم سعيد يسمي برنامجه هتكلم على شيكا او شيكا واحمد سليمان، عشان احنا مش هنخلص. كل شويه اعلام يطلع لنا يمسك مصلحته الشخصيه ويمسك ويصفي حساباته مع شخص. في 24 ساعه نسمع عن احمد سليمان، و24 ساعه نسمع عن شيكابالا، ولما نيجي احنا نتكلم ونقول يا جماعه عيب، يا جماعه اكبروا، يا جماعه ما ينفعش، يتقال لنا هو انتوا ليه بتتكلموا؟ ما ينفعش صوتكم يطلع، اكتموا، سيبونا نتكلم وسيبونا نجرح، لان حلال ليك وحرام لينا. تخيل يا اخي، تخيل ان احنا حرام ندافع عن نفسنا وندافع عن حقوقنا وندافع عن عضو مجلس ادارتنا اللي ما عملش حاجه وبطل احمد سليمان زي ما شيكا بطل يا ابراهيم يا سعيد. نيجي بقى للاخر الا وهو التذاكر، ايه اللي هيحصل فيها؟ حتى الان كابتن احمد سليمان بيعمل ما في وسعه علشان خاطر الجمهور كله يحضر. هتتم ازاي او ايه اللي هيحصل؟ الكاف حتى الان قرر انه احنا خلاص هناخد 40% ومش هناخد منكم 50%، ودي حاجه شكرا عليها جدا، مع ان احنا كان المفروض نقلل النسبه عن كده، ولكن خلاص الاجتماع انتهى انه الكاف قرر ان هو ياخد 40%. مش مشكله نعديها المره دي ونشوف الدنيا عامله ازاي، ولكن من وجهه نظري الشخصيه انه لو احنا كنا عارفين ده كله مسبقا وان هنواجه ازمه ان الاستاد ساعته مش كبيره، كنا نعمله في استاد العاصمه الاداريه، كان اكبر واعظم كتير قوي ان احنا نعمل فيه ونستغله. يا جماعه احنا مش دافعين فيه مليارات عشان خاطر نركنه الركنه دي. ايه اللي هيحصل بقى في اليومين القادمين؟ التذاكر هتنزل امتى من تذكرتي اللي اعلنوا عليها قناه الزمالك حتى الان؟ خليكم متابعين لان ممكن تنزل في لحظه وتتسحب في لحظه، ما اعرفش امتى، ولكن اوعدكم انه انا لو عرفت اي ميعاد او اي جديد عن موضوع التذاكر هتلاقوني قلت لكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتمنى ان الزمالك يتوج بيه ببطوله الكونفدراليه. شكرا لكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.